فضائح جنسية. ولا تحكيني بالاسلوب ولا تشفتري علي. استغلال النساء في السويداء مقابل كرتونة مساعدات. سرقة الأموال وتحويلها لحسابات خاصة. يعني ما بعرف تزبطها. انت ذكي بهالقصة. حاول زبطها. عرفت شو؟ حاول زبطها. حتى اذا كنت عشان جوني على كذا. وماهر شرف الدين يضرب من جديد بالإنجليزي. يعني لاجئ، اعطوني شيء اسمه للسير بسي، يعني جواز مرور بمرة واحدة. فيديو لأهم ما جاء في تسريبات معضد الخير، والذي يعرف عن نفسه بكونه هاكر. بلشت القصة من لما كان معضاد عايش بالإمارات، اتصل في هذا العجل وقال له كم كلمة بطل والهكر الذي لا يقدر عليه المهكرون، فراح شلحوا مصاري وإقامته الإماراتية وتم ترحيله إلى لبنان. بلبنان الأخ اتصل بكل أهل السويدة واحد واحد، ما حدا عبره. انتوا جيتوا طمعتوني وقلتوا لي صير معنا وتع نزل وتع ساوي وتع عمال، خسرتوني حياتي وخسرتوني البلد اللي احتضنتني 7 سنين، وخسرتوني كل شيء، خسرتوني مصرياتي وكل شيء، وقلت كرامتها الطائفي وفدها الطائفي وما بدي اياهم. لك بس احتجتكم اني زلمي اترحلت من البلد. فاتصل بسليمان عبد الباقي وقال له أبشر. حكيت سليمان عبد الباقي قال لي ابشر. لذلك قرر معضاد فضحهم واحدا واحدا. بين كذبكم وبين نفاقكم وبين مين انتو وكل مين يرجع لأصله. خلونا نبلش بفؤاد مراد اللي وقتها كاد أن يتسبب بفتنة لها أول وليس لها آخر، بعد أن قال كلاما غير لائق عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام. تخيلوا أن هذا الشخص التافه الإمعة كاد أن يتسبب بحرب طاحنة، وهذا هو نفسه هون عم يعوي. عوي لي فؤاد. وهذا لشخص يدعى هشام زريفة، اختصاصه تصيد بنات من السويداء لاستغلالهن جنسيا بحجة المساعدات. إذا بدك يا خبريني أنت وين، إذا بدك سكن، بدك عالم تأمنك تحميكي تحت، فورا خبريني. تمام؟ يا ريت ترجعي لي فورا، يعني أنا بس أدق لك معناتها بيكون في شيء ضروري بالي عندك، لأنه يلا على السريع. وأهم تسريب برأيي الشخصي هو ماهر شرف الدين، وهو عم يشرح كيف هرب من لبنان. ركزوا لي على الإنجليزي. محبوس 7 سنين محبوس بلبنان. أنا طلعت من لبنان رفجي، يعني لاجئ، أعطوني شيء اسمه للسير بسي. أنا فكرته عم يحكي عن نفاجة مرته لتوفيق، وهي صورة محادثة لماهر شرف الدين وهو عم يطلب من معضاد يهكر موسى العمر وجميل الحسن. الله يرزقني فرحتك بستارلينك، يا ترى رجعت له حق الجهاز لمعضاد؟ تضمنت التسريبات أيضا فيديو إباحي لأحد ميليشيات الهجري واسمه طارق خويص، واللي عم يسأل وين الفيديو؟ إسا ما نزل، بس كلها عم نستنى مثلكن. كمان عندكن شخصية اسمها رياض شاعر، ويقال بحسب معضاد إنه كل المساعدات يلي اجت على السويداء مرت من عنده، فاتت كراتين مليانة وطلعت كراتين فاضية. شوفوا لي الحب والحنان بهالصورة، ومقابل كل كرتونة مساعدات كان لازم يشوف تفريعة بحسب الصورة طبعا. وخلونا نختم بآخر ما جاء في التسريبات، محادثات بين قيادات ميليشيا الهاجري وقسد يعبرون فيها عن خيبتهم من تحركات الساحل الخجولة، ويؤكدون أن كل ما يحدث هناك يأتي من طرفهم. على مدرسة من الله راد، عرفت كيف؟ وشو بدك مني أنا على أرض الواقع هيباني كله بندك فيه. يعني هي صار نحن شهر ونص شهرين عم متدخلين بالساحل وعم نمشي أمور الساحل من هون لمعلوماتك. يعني كفو منكم والله كفو. بس شوي أهل الساحل كأنه مجبنين، كأنه ما بعرف، يعني حتى واحد منهم ما قدر ينزل على الشارع يصور لنا فيديو، يقول لك عم خاف. لك يا أخي عم تخاف، ضحوا ب 20 ب 30 ب 40 واحد في سبيل الطائفة، في سبيل تعيش البلد، أولادكم ونسوانكم يعيشوا، ضحوا.